السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر عمرو سعيد مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين مستر عمرو سعيد بيتدرب على عربيته الشخصية. اتدرب مرتين مع شخص قبلي، بس طبعا ما استريحش ليه وما كانش فيه راحة، كان فيه رهبة، كان فيه توتر، كان فيه فوبيا. فبدأت ان انا انزل معاه. هو مستواه كويس في الطريق الصراحة 100 بس هي بنظبط له دلوقتي الابعاد اكتر، نظبط له المرايات، نظبط له الرجوع بالظهر عشان يقدر يظبط في اي مكان لو كان ده شارع ضيق او حاره ضيقه ومسدوده يقدر ان هو يرجع لها. زي ما احنا شايفين مستر عمرو سعيد بيعدي اخر قمعين، ونتمنى له الخير ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر عمرو سعيد مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. معانا دلوقتي مستر عمرو سعيد مع الحصة التانية بتاعتنا. ظبطنا من شوية الخط المستقيم وبدأنا ان احنا نظبط دلوقتي الركنة، ونظبط دلوقتي حرف الاس اللي هو اختبار الرخصة بالنسبة لنا. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر عمرو سعيد بيبدأ ان هو يخش بوشه كويس جدا، القمع يعدي كتفه وبعدين يلف. يبدأ ان هو يبص في مرايته كويس جدا ويبدأ يعرف هو هيكسر ناحية انهي قمعة، سواء اليمين ولا الشمال. والقمع اللي هو هيلف عليه يبدأ ان هو يضيق الزاوية بتاعته، وفي نفس الوقت يبص على المراية بتاعته الناحية التانية عشان يشوف القمع التاني في القمعين اللي وراه ظهر في المراية اليمين والشمال ظاهر فيها قمع ولا لا. وعلى اساسه بيبتدي يرجع خط مستقيم. يبقى بالنسبه له لازم وهو بيرجع في قمع يظهر يمين وفي قمع يظهر شمال، وعلى اساسه يبدا ان هو يرجع. تعال نبص في الزاويه التانية بتاعته كده. دلوقتي هو بيرجع واحده واحده عشان يجيب الكاوتش بتاعه جنب القمع، وبالتالي القمع اللي هو هيلف عليه اللي هو جنبه دلوقتي. زي ما احنا شايفين ممتاز جدا جدا جدا. بيبدأ ان هو يظبط تاني المراية بتاعته علشان يشوف هو شايف ايه الناحية التانية. دلوقتي هو بيعدل الدركسيون بتاعه خط مستقيم. دلوقتي هو اهو شايف معاه المراية بتاعته اهو كويس جدا. زي ما احنا شايفين بيعدل ايده واحدة واحدة ويرجع ويعدل بعيد عن القمع. طبعا انا واقف بره ولا بقول له يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا حتى بشاور له، يعني حتى احنا بالليل هو مش هيشوفني لو شاورت له. زي ما احنا شايفين قدر ان هو يعدي من الاختبار بتاع حرف اس بكل سهوله، عشان احنا شعارنا مع العالمي انت عالمي. نتمنى له الخير والتوفيق ونخش معاه على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر عمر سعيد. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة العمودي على رصيف بين عربيتين، العربية السوداء والعربية الحمراء الام جي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر عمر بيبص في مرايته كويس جدا عشان يتأكد ان ظهر عربيته تخطى العربية السوداء، ويبدأ ان هو يلف عليها. يبقى هو الهدف بتاعه النقطة السوداء بتاع الكشاف العربية السوداء، ويبدأ ان هو يلف عليها واحدة واحدة. بعد ما يبتدي يختفي منه يبدأ يبص في المراية الناحية التانية عشان العربية اللي جنبه لو كانت مسافة قريبة يبدأ ان هو يعدلها ويظبط ركنته زي ما احنا شايفين دلوقتي. احنا شعارنا في الأكاديمية مع العالمي انت عالمي. اتمنى له الخير والتوفيق طبعا مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. اتمنى له الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. معانا النهاردة مستر عمر. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنقدر ان احنا نتحرك على الطريق مع اخر سيشن بتاعنا دلوقتي. زي ما احنا شايفين دلوقتي هيحب يقول الريفيو بتاعه. السلام عليكم ورحمة الله. بصراحة الكابتن خالد من الناس المحترمة جدا جدا الواحد يتعامل معاها. انا كنت خدت اصلا حصة او حصتين مع مكان تاني يعني كده بدون ذكر اسماء، ما كنتش استريحت خالص. كان
كلمت كابتن خالد في التليفون كده عشان اقول له ان انا عايز حد ينزل معايا. طريقه كلامه في التليفون اصلا هي اللي خلتني اقول له يلا نبدا من النهارده من اول يوم على طول. مريح في الكلام، ودي اهم حاجه واكتر حاجه الواحد بيكون محتاجها في الراجل اللي بيعلمه. محتاج ان هو يحس معاه بالامان ويطمن. وانا بصراحه شهاده لله يعني مجرد ما اتكلمت معاه في التليفون قبل حتى ما اقعد معاه اول قعده كان الموضوع مختلف جدا جدا تماما معايا، وسهل لي الموضوع وبسطهولي اكتر من انا متخيل. وبالفعل شفت دوت نظري من كلامه معايا وعملي لما جه وبدا يتعامل معايا، وواحده واحده معاه من اول سيشن اصلا بقيت اطلع على الطريق واخد ثقه في نفسي وفي الطريق وانا ماشي. ودي الحاجات اللي انا محتاجها يعني. وبعدين حتى بعد ما بيخلص معاك بيكون على تواصل معاك ان هو يقدر يديك الدعم في اي حاجه انت محتاجها، لان انت الطبيعي بتكون مش اوير قوي بكل حاجه تخص العربيات بالحاجات اللي جواها، فبيتعامل معاك فريندلي اكتر. فانا حابب ان انا اشكره جدا جدا وبرشحه لاي حد حابب يبدا يعني في موضوع السواقه ده. قصرت معاك او اي حاجه؟ نهائي خالص والله، خالص خالص والله. طب خدنا ايه في التمارين بتاعتنا اللي وصلتنا في المستوى ده في 3 ايام؟ احنا بدأنا نطلع على الطريق واحده واحده. تمام. بدأنا ان كل حاجه مثلا اي خطأ او غلط في البدايه اشوفه توقفني وتقول لي لا في 1 2 3. وقفنا كتير عشان كل حبه تديني المعلومه. عملت كده معايا تركيه ان انا اول سيشن ده خالص كان وقته زياده شويه علشان تقدر تشوفني على الطريق اكتر وامشي مسافه اكبر من الطريق. مشينا مسافه كبيره جدا جدا. نزلنا لحد فين مثلا؟ نزلنا من المقطم لحد الملك الصالح، قبل الملك الصالح بحاجات بسيطه. تمام. يعني مثلا حوالي مش قادر اعرفها بالكيلومتر قد ايه، بس نزلنا طول الطريق رايح جاي. قابلنا ملفات، قابلنا منازل، قابلنا كباري، قابلنا يعني انت اللي لوحدك نزلت المقطم وطلعته صح كده؟ لوحدي. كنا بالليل ولا بالنهار؟ كنا بالليل يعني. بدأنا كله بالليل، ما بدأناش حاجه بالنهار خالص. النهارده بس اللي بالنهار تقريبا. الكام حاجه اللي قبل كده كان بالليل. بالليل كان اصعب، بس انت شجعتني ان انا اعمل دوت. بصراحه هي اصعب بالليل شويه. شجعتني ان انا اعمل دوت، ويعني ابدا على الصعب بعد كده يبقى السهل بالنسبه لي سهل خالص. وانا بصراحه بعد حتى ما كنت بخلص معاك كنت انزل بالعربيه يعني احاول اطبق اللي انا خدته منك بالكلام شفوي. الحصه اللي فاتت كانت زي كده تعليم المرور، جبت لي اقماع وحط لي في الشارع يعني ويطلع ويرجع. انت بتختبرني بقى. انت في منطقتي اصلا كمان وكل الجيران شايفين رايحين جايين هو بيعمل ايه. الحمد لله ربنا كان ميسر الموضوع. تعبتك شويه فيها لكن ربنا كرم بيها الحمد لله رب العالمين. كنت النهارده الركنات كان الموضوع كويس خالص الحمد لله رب العالمين. خدنا الركنه الموازي وركنه العمودي صح كده؟ خدنا الموازي وخدنا العمودي وجربناه في اكتر من وضع. انا كنت بحاول على قد ما اقدر انفذ التعليمات بصوره كويسه. يا رب كلنا كمان. لا انت ما شاء الله مدرب كويس معاك. ما عملتلكش اي قلق او اي حاجه. لا خالص. بشكرك جدا جدا يا كابتن خالد، بشكرك جدا جدا. وباذن الله يعني ترشيحات حضرتك لاصدقائي اللي هم اي حد عايز يبدا مثلا في السواقه مش هبخل ابدا بيه ان حضرتك تكون موجود معايا ان شاء الله رب العالمين. طيب كان ايه الفرق بين الاكاديميه عندنا وبين الاكاديميه اللي انت جربتها قبل كده بره؟ لا الاكاديميه اللي انا جربتها قبل كده ما كانش حد، كان حد ما كانش هو كان سواق، ما كانش مدرب اكاديمي. تمام. انا بتكلم فيه كان يعتبر بيفسحك يعني بديك الجملتين صغيرين. كان جايب واحد صاحبي يعلمني السواقه، امشي يمين امشي شمال يمين شمال اهو بحاسب خد بالك من دي. ما كانش بيدربني. في فرق كبير جدا جدا من ان انت تجيب حد يعلمك سواقه ويجيب حد يدربك على تعليم السواقه. التدريب ده الكلام الاكاديمي ده هو ده الكلام الصح، اللي هو راجل فاهم دارس عارف هو بيقول ايه، مش جاي حصتين 3 ويسيبني مع نفسي ان انا اتعامل مع نفسي. وبعدين ان الواحد بيتقي ربنا في الحاجه اللي بيعملها، هي دي اهم حاجه. كنت الساعه بتاعتي كانت ساعه ولا اقل؟ عشان في ناس كانت بتشتكي بتقول ان في اكاديميات بره بتحسبها 35 دقيقه و40 دقيقه وكلام كتير كده. والله كانت ساعه واكتر من ساعه شويتين 3 يعني. هو اولا اصلا اول ما بيقعد معايا بيشغل ستوب ووتش بيحسب الساعه، بس كمان بيشغلها بعد ما يقعد يعني بيسلم عليا، بيقعد معايا بيتكلم معايا شويه وعملت ايه ورحت ازاي وخلصت ايه. وبنبدا الحصه العملي بقى خلاص الفينش النهائي خالص. يبدا يقول لي انا هبدا من دلوقتي. يعني حتى لو كان بيصورني مثلا فاضل مثلا 50 ثانيه زي ما حصل النهارده
بيوريني يقول لي بص فاضل 50 ثانيه فانا هقفل. لازم طبعا. آه، المصداقيه هي اهم حاجه. هو خدني كمان معاه نروح، عايز اقول لكم يعني رحت النهارده حطيت بنزين في العربيه، دي كانت اول مره مثلا احط بنزين لوحدي. ما كانش تقريبا حاسب ده من ضمن الوقت، يعني يلا بينا تمام، ما كان ده كله مش حاسب من ضمن الوقت. فهو يعني شهاده لله يعني. مش مسكت عشان لك دركسيون في مره من المرات او شدت لك الهاند بريك؟ لا ولا حتى خليت الهاند بريك حتى، يعني ولا حتى بتقرب ايديك منه. يعني كنت في بعض الاوقات بتعمل نفسك كانك يعني منشغل عني بالظبط، عشان تديني الطمانينه والامان ان انا لا انا الدنيا معايا كويسه، وان انا خلينا ارجعها احسن عشان دي عاليه. خلينا ارجعها. ماشي كمل. ايه تاني وانت بترجع عادي؟ كان ده عايزك تبين للناس بس ان انت بتتكلم ومرتاح جدا والحياه لا والله بسيطه لا والسواقه خالص والله، سهله. لا ده بصراحه يعني انت سهلت الدنيا عليا بطريقه انا مش متخيلها يعني بصراحه يعني. لا حاسس ان الموضوع اسهل، اقدر اتحرك اماكن بعيده لوحدي. وبدات اعمل ده اصلا بعد كل تمرينه كنت بحاول ان انا يعني محتاج تهاد مني شويه ان انا بحاول ان انا انزل انفذ اللي هو قالوا عليه مره واثنين وثلاثه علشان خاطر يثبت في دماغي. مظبوط. يعني هو بيقعد معايا مثلا الساعه بعد ما نخلص بشويه ممكن اطلع مثلا وانزل تاني، يعني احاول انفذ اللي هو قال لي عليه تاني بالحرف الواحد. تمام. مره واتنين ده كان بيساعدني انا كمان ان هو لما يجي لي المره الجايه. هي المطبات هنا صعبه قوي شويه بصراحه. العربيه واطيه شويه. العربيه بتاعت الكيا بتاعته بصراحه واطيه شويه برضه، فهو بياخد المطب بالراحه والله يا جدعان. العربيه اللي واطيه شويه جدا بصراحه. فهي طبعا عربيته الشخصيه، ربنا يبارك له فيها ويبعد عنه كل شر يعني، ويرزقه كل خير. وهو الحمد لله بيلف لوحده ماشي مبسوط. ما قصرناش معاه في اي حاجه. قصرت معاك في اي حاجه؟ لا خالص والله، شهاده لله قدام ربنا يعني. حضرتك ونعم الناس. كان هدفي مادي ولا تعليمي؟ لا خالص كان تعليمي، وانت قلت لي كده من الاول، قلت لي كده من الاول خالص قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه. قلت لي انا هدفي ان انا اطلع ناس تعرف تسوق كويس وناس تكون قلت لك لو ما استفدتش ايه؟ تاخد فلوسك تمشي. تمام. في ناس كتير تقول لي في عروض بره ومش عروض بره. خد العروض اللي بره، بس بعد ما تخلص تعالى اختبرك، شوف العروض دي فايدتها عملت معاك فايده ولا لا. بالظبط كده. شكرا يا كابتن، شكرا. اتمنى له الخير والتوفيق وان شاء الله نشوفه سعيد.